ولسه مكملين معاكم مع مسرحية ورد الجناين. ورد الجناين اللي بتتكلم عن حدث مهم جدا وهو ثورة 25 يناير. الحقيقة ان الفنان والمؤلف محمد الغيطي جسد مجموعة من الأحداث الحقيقية وضفرها مع مجموعة من الأحداث اللي من نسيج خياله، كل ده علشان يكتمل النسق أو النسيج الدرامي للأحداث. تعالوا معانا نتعرف دلوقتي على آراء 2 من الممثلين اللي جسدوا دورين من أدوار الشهداء، الفنان أحمد عبد الحي والفنان ياسر الطبجي. مدام سبيل، احنا كلنا رايحين. خلي في غموض على وشك يا ياسر. احنا كلنا رايحين. ما تبصلهمش يا مدام سبيل. احنا كلنا رايحين. بص النقطة دي. ماشي، حلو. عند صباعك. أنا بعمل شخصية الشهيد كريم بنونة، وده أحد الشهداء اللي استشهدوا في ثورة 25 يناير، وهو كان يعني منتمي للإخوان المسلمين. بس طبعا في الثورة يعني شهداء الثورة ما تفرقش بقى بين إخوان مسلمين أو مش إخوان، يعني هو شهيد في الثورة يعني. راجل ضحى زي يمكن أغلب أبطال يعني الشخصيات اللي في العرض. هو العرض يعني عندي شوية معلومات بسيطة، وبعدين شفت الحقيقه الصور زي ما انت عارفه كانت برضه موجوده في الميدان لكل الشهداء ومنهم كريم، فشفت صورته قبل كده اكتر من مره. بس طلبت من الاستاذ محمد اني احاول لو امكن اذا كان يعرف اي حد بقى من اسرته، يعني هو ده اللي باقي لي، ان انا فعلا محتاج عايز اقعد مع حد من يعرفه بقى بشكل عاش معاه، يعرفه يعني كان بيتكلم ازاي، كان بيعمل ايه طباعه وايه الحاجات دي بقى. انا طبعا انا مع الحقيقه للاسف